السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن نظرية القيادة الخادمة أو السيرفنت ليدرشيب، ودي نظرية من أهم نظريات القيادة في العصر الحديث. اتكلم عنها روبرت جرينليف عام 1970، وكان بيقول فيها إن القائد الحقيقي هو اللي بيقدر إن هو يفضل احتياجات التيم بتاعه عن احتياجاته هو، وفي نفس الوقت بينجح التيم بتاعه لأن نجاحهم من نجاحه. كلام جميل جدا، بس الأجمل إن الصحابة والتابعين كانوا بيطبقوا نظرية القيادة دي. محمد فرح من برنامج الرابط. النهاردة هنشوف ناس زي أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان رضي الله عنهم، إزاي كانوا بيعيشوا تفاصيل نظرية القيادة دي يوم بعد يوم. أول موقف عندنا من السيرفنت ليدرشيب أو القيادة الخادمة هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر الصديق كل يوم الصبح كان بيروح لسيدة عجوزة عمياء، كان بينظف لها البيت وبيعمل لها الأكل بتاعها. تخيل إن شخص زي أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين وقتها، خليفة لأعظم دولة موجودة، كان بيسيب منصبه ويتجه إن هو يخدم الفقراء والمساكين زي العجوزة العمياء بنفسه. تاني قصة موجودة هي قصة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة. في عام الرمادة أو سنة الرمادة دي كانت سنة فيها مجاعة شديدة على المسلمين. سيدنا عمر بن الخطاب منع نفسه من أي أكل لأي لحوم ومن أي شرب للسمنة اللي كانوا بيستخدموها وقتها كنوع من أنواع الرفاهية. ساعتها الناس سألته ليه بتعمل كده، فقال لهم كيف أشبع والناس جياع. سيدنا عمر بن الخطاب ساعتها كان شايف إن حاجة الناس أهم من حاجته هو الشخصية. تالت قصة معانا هي قصص وحكايات عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، اللي كان معروف دايما بحب خدمته للفقراء والمساكين والأرامل واليتامى. فمثلا كان بيحمل الأكل والشرب على ظهره للمساكين وبيسلمهم بإيده الحاجة بتاعتهم علشان يبقى بيخدمهم، بس في نفس الوقت ما كانش حد يعرفه، ما كانش بيسيب فرصة لحد إن هو يعرفه. وفي نفس الوقت بالنسبة للأرامل واليتامى كان بينزل من منصبه ويروح يخبز لهم ويعجن لهم ويقدم لهم الأكل. ولما كانت الناس بتسأله أنت خليفة إزاي تعمل كده بنفسك، قال لهم أحب أن أرى وجوه الناس وهي ضاحكة. القصة الرابعة معانا النهاردة هي قصة سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما اشترى بئر روما. ساعتها كان في راجل يهودي بيبيع المية للناس على حسب احتياجاتهم، فهو تفاوض مع الراجل اليهودي ده لحد ما اشترى منه البئر بجزء، فخلى الناس تسقي في يوم والناس اللي تبع اليهودي ده تسقي في يوم، مع العلم ان الناس اللي هتسقي في اليوم بتاع سيدنا عثمان ما كانش بياخد منهم اي فلوس، لغاية لما الراجل اليهودي يئس وباع البئر كله لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. القصة الخامسة هي قصة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأرضاهما. في عام الجماعة كان في طرفين بيتنازعوا على القيادة، أو بمعنى أصح معاوية بن أبي سفيان كان بيتنازع على القيادة والخلافة مع الحسن بن علي. فالحسن بن علي هنا اختار وفضل أن هو يتنازل عن القيادة والخلافة لمعاوية بن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين، وعشان خاطر هو هيتمكن ساعتها من ان هو يبقى من ضمن الناس اللي بيخدموا الناس مش قائد عليه، وده بيؤكد القيادة الخادمة للحسن بن علي. القصة السادسة هي قصة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن عبد العزيز أول ما تولى الخلافة كان من أول القرارات اللي تم أخذها هي إن هو يرجع الحقوق والأراضي لأصحابها، حتى لو كان اللي أخذ الأراضي دي من أقربائه. وكان بيقول ساعتها لا خير في أمة يأكل فيها القوي حق الضعيف، وده بيؤكد ان سيدنا عمر بن عبد العزيز كان شايف ان القيادة هي وسيلة لإرجاع الحقوق لأصحابها وتحقيق العدل. القصة السابعة والأخيرة عندنا النهاردة هي قصة صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي بعد تحرير القدس، فطبعا كان في ناس كتيرة من الصليبيين لسه موجودين، كان قدامهم خيارين، يا إما يقعدوا يا إما يمشوا. واحد قائد زي صلاح الدين المفروض إن هو ينتقم من الصليبيين لما فعلوه في المسلمين من أذى. إيه اللي حصل؟ هو قال لهم ببساطة شديدة من أراد أن يرحل فليرحل بأمان. هو تسامح معاهم وما كانش عايز إن هو يأذيهم، وضحى بموضوع الانتقام ده خالص. صلاح الدين هنا بيثبت إن القيادة الخادمة الحقيقية هي القيادة بالرحمة والتسامح.
شفتوا ازاي الصحابة كانوا بيعيشوا نظرية القيادة الخادمة بكل تفاصيلها؟ أبو بكر الصديق كان بيخدم العجوز العمياء، عمر بن الخطاب كان بيرجع الحقوق لأصحابها، عمر بن عبد العزيز كان بيرجع الأراضي والحاجات اللي مسروقة لأصحابها تاني، علي بن أبي طالب كان بيخدم الفقراء بنفسه. كل الناس دي كانت بتعيش نظرية القيادة الخادمة يوم بعد يوم بكل تفاصيلها. لو انت اتحطيت في منصب أو كقائد حقيقي، تقدر تقول لي انت ممكن تعمل ايه عشان تخدم الناس اللي حواليك؟ مستني اسمع تعليقاتكم واشوف قصصكم الملهمة.